نبي نعرف الموقف اللي خلاك تهتم وتقط كل تركيزك وثقلك بالأمن السبراني. تسهر ليل نهار ما تخلص لين توصل حق الشيء اللي انت بيه. شو الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟ هو العالم الثاني بالضبط. يعني عادي الحين لقانا هذا اللي قاعد نسجل الحين متهكر قاعد يطالعونه احنا الحين ما نشرناه. يمكن ليش لا، عرفت. حياكم الله في حلقتنا الرابعة من بودكاست جر. اليوم ضيفي شوي قصته غريبة، والأغرب منها أنه 7 سنين عاشهم بالغربة، بعيد عن أهله، عن ربعه، عن كل ما هو عزيز عليه بعيد عنه. وال7 سنين هذه أيضا اسقلت فيه موهبة جديدة، كان يحب شيء ولجأ إلى شيء ثاني آخر كلش ما كان بالحسبة. رحبوا معاي بضيفي المختص بالأمن السبراني الهجومي سليمان الفارسي. حياك الله. الله يحييك ويعطيك العافية على الاستضافة، ما قصرتوا. الله يحييك ويطول عمرك. نبي نعرف منك سر ال7 سنوات، شلون بدأت معك؟ هي بالبداية يعني بدت كحبا حق الشيء هذا، بس ما كنت مهتم يعني بالبداية. تعرف انه ادخل المجال هذا واطلع، تنك تسجل نادي يوم وما تروح، نفس النظام هذا كنت يعني قبل ما اروح بريطانيا. فلما رحت وشفت ان التخصص مالي مو بذيك القوة، وهم صارت لي يعني احداث خلتني انشد حق المجال هذا اكثر، فاتجهت حق المجال هذا من 7 سنين الى يومك. نبي نعرف قبل اختصاصك هذا شنو كان اختصاصك قبل؟ ما يعني ما توجهت حق شيء معين كلش؟ اختصاص معين لا، ماكو شيء صراحة. يعني بحالي حال اي واحد من الشباب، شنو يطلع الهبات الامور هذه كنت اروح لها. ما كنت يعني امشي بمشوار معين واحد ثابت، لا. كل 4 شهور اغير هواية، تغير نادي، تغير دورة تدش معينة، بس ما كان في مجال واحد معين اقدر اقول لك. يعني صار عندك فضول وشغف حق جميع المجالات لين اخترت هالمجال هذا. بالضبط. اي. نبي نعرف منك تأثير الدراسة عليك وغربتك، شنو أنشأوا من سليمان الفارسي؟ شوف، الدراسة شيء والغربة شيء. حلو. لأن الغربة وايد أصعب من الدراسة يعني بالأخير بسيطة، بتعطيها وقتها راح تنجح. لكن الغربة هي شوي اللي بعيد عن أهلك، الناس اللي حولك كلهم غراب عليك، ما تعرفهم، ما عندك التزامات، عشاء كل يوم، هذا يدق عليك هذا يدق عليك، فصار في وقت فاضي كبير. فلما تدخل بمجال معين تقدر تسوي اللي تبيه فيه يعني صار عندك فراغ وايد. فراغ وايد بالضبط. شلون قدرت تملي الفراغ هذا؟ طبعا حاشني فضول، زين، ابي اتعلم. فلما دخلت على الامن السبراني كنت ادخله انا قبل واطلع، فلما دخلته صار عندي وقت واسهل على الموضوع هذا كله، ولين يعني مشيت على الطريق هذا. وبنفس الوقت انا يعني كان تخصصي شوي ما كان بذيك القوة، فكنت اشوف الناس اللي يتخرجون 4 5 6 سنين ما يتوظفون. فقلت لا، انا مستحيل اروح واتغرب 7 8 سنين وبالاخير اصير حالي من حالهم، ليش ما يصير عندي الشهادة وبنفس الوقت بشغلة ثانية معاها. نبي نعرف الموقف اللي خلاك تهتم وتقط كل تركيزك وثقلك بالأمن السبراني. تمام. اول شوي الموضوع يعني مو دارج حق الكل، بس كنت ألعب لعبة، زين، ومن ضمن اللعبة كنت أبحث أن طرق أن أحصل فلوس مجانية ولا أحصل فلوس أرخص من اللعبة نفسها، لين حصلت. ويوم حصلت وكذي وصلت حق الدارك ويب، ولقيت أن في أمور أكثر من هالشيء هذا، لين هذا الشيء يعني أكثر شيء أقدر أقول لك أنه شدني من بعدها. شلون قدرت توصل حق الدارك ويب؟ عن طريق البحث، يعني 24 ساعة فاضي، تسهر ليل نهار ما تخلص لين توصل حق الشيء اللي انت بيه. دخلت العادي ما خفت ان يخترقونك تصير لك شغلات سلبية؟ لا شوف، يعني انا بالنسبة لي حق شخصيتي انا بشكل عام دائما اهتم حق الشيء اللي ابى اسويه، اخذ احتياطاتي. فخذيت احتياطات اللي كنت اعرفها وقتها على اليوتيوب، على جوجل، على البحث العادي اللي سويته، وسألت الناس اللي حواليني ورحت يعني دخلت عادي، ما كان في شيء. طبعا يعني الحين لو انا بدخل مرة ثانية عندي احتياطات اكبر، بس بوقتها اخذت الاحتياطات اللي كنت اقدر عليها يعني. الدارك ويب سمعنا في خلال الفترة اللي طافت اتوقع البسيطة
انه صارت في جرائم قتل، في تدير في امور داخله تجاره سلاح، سوق سوداء، مخدرات، تجاره اعضاء، اطفال. كل اللي يطري وايد بالك أمور. كل اللي يطري بالك موجود هناك من الاخر يعني. بالكويت عندنا كذي بعد؟ بالعالم كامل هي، وهو يعني الشبكه يعني بالاخير بالانترنت، فاي احد يقدر يسوي اللي يبيه بالدارك ويب. شو الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟ ممتاز. وهو خلنا نوضحها يعني اكثر. وهو في 3 اشياء: في السيرفس ويب الانترنت السطحي، وفي الديب ويب، وفي الدارك ويب. السيرفس ويب اللي هو اي شيء انت تقدر تشوفها، بحث بجوجل، بيوتيوب، الاشياء هذه العاميه اللي تقدر تشوفها. الديب ويب لا، الاشياء اللي انت تحتاج لوجن، تحتاج تسوي تسجيل دخول كحسابك البنك، هذا يعتبر ديب ويب، بيانات خاصه لك ما حد يقدر، مفروض ان ما حد يقدر يشوفها. حسابك بالانستغرام تسوي لوجن اذا كان برايفت، اي شيء يحتاج كريدنشل بيانات معينه عشان تدشها، هذا يعتبر ديب ويب. الدارك ويب شيء وايد مختلف عن هذول الاثنين يعني. يعني ببساطه الديب ويب اللي نستخدمه يوميا، نستخدمها يوميا بالضبط. الدارك ويب اللي هو العالم الخفي. هو العالم الثاني بالضبط. الدارك ويب وين منتشر اكثر؟ شوف، اساسه تقريبا طلع من امريكا، بعدها عاد انتشر بالدول الثانيه لين وصل حق العالم كله. ما تقدر تقول دوله ما فيها الدارك ويب. الكويت فيها، السعوديه فيها، الامارات فيها، كل الدول موجود فيها الدارك ويب. اي احد يقدر يدخل، اي احد يقدر يحط البيانات اللي هو يبيها، اي احد يقدر يشتري بالدارك ويب وهو يكون مجهول، وهو حاله حال اي موقع ثاني. شلون انت تدخل انترنت، العالم مو عنده كله الانترنت، بنيجيريا فيه الانترنت، بافريقيا فيه، بالهند فيه، نفس الشيء الدارك ويب. انا اروح افتح لي متجر، لو انه بالكويت، لو انه باي مكان بالعالم، اقدر افتح لي متجر واحط اللي ابيه، حتى لو انه ما يكون شيء توصيل، زين، ما يكون مخدرات، ما يكون شيء عادي، يكون في بيانات، يعني في بيانات دول قاعد تنباع. شفت الهكرات اللي قاعد تصير سواء بالكويت، برا الكويت، السعوديه، بامريكا، بروسيا، وين قاعد تنباع البيانات؟ شلون قاعد يستفيدون الناس منها؟ قاعد يبيعونها بالدارك ويب. فالدارك ويب ما تقدر تقول وين اكثر شيء، بس اكثر القصص قاعد تطلع امريكا 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 امريكا، لان امريكا قاره كبيره والمخدرات حيل يعني منتشره فيها. اي نبي اكثر نشاط غريب مر عليك بالكويت شفته بالدارك ويب؟ يعني بالكويت اكثر شيء اللي صارت اخر مره السالفه المصري اللي كان بالكويت وقصه التعذيب، هذا اكثر شيء انتشر يعني بالاونه الاخيره. الاشياء الثانيه كلها اشياء مهكره قاعد تنباع بالدارك ويب، بيانات، اي شيء تبيه يعني مبيوق يحطونه بالدارك ويب. معلومات شخصيه عن مشاهير، عن اشخاص مسؤولين بالدوله، معلومات سريه عن موظفين، كل شيء. انت حط ببالك اي اختراق قاعد يصير، شنو قاعد يستفيدون من وراء الاختراق هذا؟ الشخص يبي يستفيد ماديا يعني بالاخير، او انه يبي يستفز، او يبي يأذي الشركه لمصالح شخصيه، لمصالح شركه ثانيه. فاذا يبي يستفيد ماديا، وين يبيع البيانات هذه؟ ما راح يروح يحطها بجوجل، ثاني يوم راح ينسجن. ما يقدر يروح يدش على بنك ويسحب فلوسه على طول دايركت بالدارك ويب. شوف، اذا صار في اختراق على البنوك وصارت ما يقدر وين يحولها، لازم يحولها حق يعني بيانات، يعني اماكن ثانيه، بنوك مختلفه. فشنو تصير لما نقول الحين في بنك بالكويت تهكر، فلوس شلون تنسحب؟ يوديها حق كمثال نقول مصر، بعد مصر يدزها حق المغرب، بعد المغرب يدزها باكستان، بعد باكستان يدزها روسيا، يسوي لفه طويله. فالكويت اذا تبي تروح تلحق على فلوسها او على البنك هذا، يروحون مصر، على ما يخلصون الاجراءات ويطلعون مع القاضي والامور هذه، فلوس رايحه وين؟ تركيا، المغرب، عرفت؟ فتصير لفه طويله صعب التحصل عليها. اي لين عاد شنو يسحبونها كاش عاد تشوف يستخدمونه، يحولونه، بتصير قضايا غسيل اموال، الامور هذه، او انه يحوله بيتكوين من الامور هذه. في حمله من الهاكرز حاليا ضد السعوديه او بنوك السعوديه قاعد تصير هجمات. شنو صحه الخبر هذا وما هي الهجمات اللي قاعد تصير هذه؟ زين، لازم نعرف ان الهجمات قاعد تصير 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع، خاصين منها. شنو الهجمات اللي قاعد تطلع؟ اكثر شيء الشركات اللي قاعد تاثر قاعد تطلع تصرح، وخاصه عندنا بالخليج او الشرق الاوسط ما عندنا تصريح. اذا صار عندك هجوم لازم تصرح. بامريكا اذا صار عندك هجوم
صار في اتاك، صار عليك هاك، لازم تصرح شنو الاشياء اللي طلعت. والله طلعت البطايق المدنيه كمثال نقول، باقوها الهاكرز. كريدت كارد، بطايق البنوك باقوها. لازم يصلحون. هني ما عندنا. متى يصلحون؟ يصلحون لما يتأذون والناس تطلع الشيء هذا. بالآونة الأخيرة قاعد نشوف إنه على السعودية لأن في ناس قاعد تتكلم عن الموضوع هذا، بس هو داير من زمان. ممكن الحين صار شوي شد لأن السعودية طلعت وكبرت وصارت يعني مركزها حيل قوي بالخليج بالشرق الأوسط، فصار استهداف على السعودية. بس إنه بشكل عام الكويت مستهدفة، وكل يوم قاعد يصير هاك بالكويت، كل يوم قاعد يصير هاك بالسعودية، كل يوم قاعد يصير هاك على كل مكان. وين المكان؟ في فلوس، في ناس قاعد تدفع، في مستثمرين، في شركات طالعة يصير فيها هاك. شلون نحمي نفسنا من الهاك؟ اي هذا سؤال وايد يعني ينطرح بكل برنامج. زين، صعب تحمي نفسك 100%، او انه شبه مستحيل. انت تحمي نفسك، نقول انت حسابك انستغرام انت عندك 20 مليون متابع، حتى لو تحط لك كل الخطوات يبقى تهكر انستغرام، شو تسوي بعد؟ تروح تحمي انستغرام. فانت كثر ما تقدر تحاول تحمي لين يعني المستوى اللي انت تقدر عليه. كباسورد، ليش احنا نقول ان حط باسورد قوي؟ اول شيء عشان الشخص ما يقدر يخمن هالباسورد، وحتى لما يقعد يخمن ويجرب يسوي بروت فورس اتاك على الاكاونت نفسه صعب يصيده، لان باسوردك وايد صعب، يبي له وقت، ومع الوقت هذا يمكن ينقفل الحساب، يعني ما يوصل له شيء. ثاني شيء اذا هكر انستغرام نفسه وطلع البيانات او الباسوردات تكون مشفره، فعلى ما يفتح التشفير، اذا كان انت باسوردك وايد صعب عادي يبي له سنين ضوئيه على ما يفتح الباسورد هذا. فانت هني قاعد تحمي نفسك بشكل كبير. الناس حسبالها بس حط باسورد صعب عشان ما حد يقدر يخامنه ولا شيء هذا، لا احنا يعني وخاصه الهاكرز بشكل عام لما يخترق يطلع قاعده البيانات يفتح التشفير. فانت قول انا اقول هكرت موقع فيه مليون يوزر، وكل يوزر فيه باسورد، انا اروح احط المليون باسورد على اداه تفتح تفك الشفرات. من المليون طلعت لي 100,000، 900,000 ما راح اتابع، انطر 6 شهور على ما ابطل الباسورد. صحيح. ف100,000 حلوين، هذا الناس ما حطت باسورد قوي فاطقهم، عرفت؟ الثانيين اذا كان في شخصيه مهمه انطر عليها، عرفت؟ هذه كذي تصير، هذه الهكرات اللي تصير. فدائما تحط باسورد وتحط تحقق خطوتين، لانه وايد الشيء مهم، مو بس الموضوع انه قاعد تتكلم بشكل عام يلا حطوا لا، وايد مهم هالشيء هذا. الاو تي بي حلو، صرنا وايد نستخدمه، صح. واي عمليه بتسويها ان كانت دفع او توثيق او اي شيء لازم تنطر الاو تي بي. شنو الاو تي بي واختصار حق شنو؟ اوكي، الاو تي بي اللي هو وان تايم باسورد، اللي يوصل لك عشان يتحقق من هويتك. كمثال يوصل لك على اس ام اس، يوصل لك على الواتساب، يوصل لك على الايميل، عشان يتاكد منك، عشان تستخدمه مره واحده وخلاص. فنقول على البنوك اللي دائما يستخدمونه، وهو يحمي الطرفين، يحمي البنك لما يقول لك انا اطلع لك وان تايم باسورد الاو تي بي، اذا انت اعطيته احد هذه غلطتك، خلاص انا سويت اللي علي. وبنفس الوقت من الجانب الثاني انت تحمي نفسك، حتى اذا احد خذ بطاقتك ما يقدر يستخدمها الا لما يكون عنده الاو تي بي الوان تايم باسورد. حلو. ان الحين عشان انا هكرك لازم انزلك رساله او رابط، لا فهذه تفتحها وعقب انا اشتغل على كيفي. شوف، هذه يعني من اسهل الاشياء اللي قاعد تصير، اللي هي 1 كليك. انا احتاج من الضحيه انه يسوي 1 كليك، يضغط ضغطه واحده حلو على داونلود ملف بي دي اف ايا كان، هذه يسمونها 1 كليك. في اشياء تعتبر 0 كليك. 0 كليك انا ما احتاج من الضحيه اي شيء يسوي عشان ادش على جهازه. هذه تكون في ثغرات من الجهاز نفسه مكتشفينها، بس الزيرو كليك حيل يعني ياخذونها بالحسبان الشركات الكبيره. يعني زيرو كليك اليوم موجود، يعني هجمه من غير ما الضحيه ما يسوي اي شيء بسرعه يسكرونها. وخاصه الايفون بالاونه الاخيره وايد تضرروا من زيرو كليك، يعني وايد جتهم هجمات زيرو كليك زيرو داي. زيرو داي يعني هو ليش سموها زيرو داي؟ ان المطور اللي يطور الايفون او السيستم مالهم اوبريتنج سيستم عنده زيرو داي، عنده 0 يوم
عشان يصلح الثغره هذه. توهم مكتشفينها، انا توني اليوم اكتشفت الثغره هذه، فيسمونها زيرو داي، ان المطور ما مداها توها طلعت الثغره ما مداها يسكرها. صحيح. ففي اشياء زيرو داي زيرو كليك، هذه من اقوى الاشياء، يعني المطور نفسه ما يدري عنها وما يحتاج من الضحيه انه يسوي شيء. الامان ما بين الاندرويد والاي او اس، مم. شنو الامن وش الفرق بينهم وليش؟ زين، الاندرويد هو مفتوح المصدر، تقدر تسوي فيه اللي تبي، تقدر تغير الواجهه، تقدر تحط لك سيستم معين، تقدر تسوي اللي تبي. بس الاندرويد بشكل عام مفتوح المصدر، انا اقدر اسوي لعبه خاصه فيني وما انزلها بالبلاي ستور وانزلها عندي تصير، عرفت؟ اقدر احط لي برمجه خاصه بالاندرويد. فايه بالاخير معطين المستخدم حريه الاستخدام. شنو تبي انت تسوي؟ احنا تليفوننا يسوي لك كل شيء، عرفت؟ بس بنفس الوقت الواحد يقدر يستغلها باشياء ثانيه، ان اي شيء انا ادزه لك راح يتبطل، عكس الايفون يعني مغلق، مسكرين المصدر ماله، ما تقدر تنزل اي شيء الا موجود بالاب ستور، ما تقدر تنزل اي شيء الا موافقتهم، الا بامور معينه. فهي تصير امن، لكن بالاخير اثنينهم على الوعي. واعي انت، عارف شنو قاعد تسوي، عارف شنو قاعد تنزل، عارف اللينكات اللي قاعد تدشها، ما راح يصير فيك شيء. انا اعرف ناس مختصين بالامن السبراني وعندهم خبره 20-30 سنه بالامور هذه، يستخدمون اندرويد وما عمرهم تم اختراقهم. واعرف ناس يستخدمون الايفون اللي هو مسكر وحاول سكيورتي، يعتبر انه قاعد يحميك كثر ما يقدر هو، يعني ما يقدر يسوي، ونفس الوقت ينزل ويطفي الحمايه ويسوي ما ادري شنو ويسوي الاو ويسمح حق البرامج تاخذ كل شيء. ويعني ترى حتى البرامج اللي تنزل بالابل ستور والجوجل بلاي يكون فيها التجسس. يعني شفت برامج يقول لك حول من وورد الى بي دي اف، من ورقه الى ورقه بي تي اف، حط فلتر على صورتك، حط هذه. انت اول ما تنزل البرنامج يقول لك ابي سماح على الميكروفون وسماح على الصور وسماح على ما ادري شنو وسماح على الجي بي اس. ايش تبي بالجي بي اس؟ عرفت؟ بياخذ هذا كله بيانات حقه. يعني عندك برنامج منو داق، شلون قاعد ياخذون الارقام؟ يعني بدايتهم تنزل البرنامج تحط سماح على جهات اتصال، صار والله عندك انت 200 جهه اتصال، صار عنده قاعده بيانات 10 نزلوا، كل واحد عنده 200 صار عنده الداتابيس هذه. فهذه تقدر تستخدمها بطريقه عكسيه. انا خليك تنزل اللعبه تاخذ سماح على الصور والميكروفون وكل شيء على التليفون، وياخذها عنده، ياخذ صورك، ياخذ بياناتك. برنامج كلنا نستخدمه واغلب اهالينا يستخدمونه، تحديدا اخواتنا النساء، سناب شات. إيه؟ هل في خصوصيه لهم ولا لا؟ شوف، لازم نعرف ان ما نقدر نصدق اي شركه. انا بالنسبه لي ما اصدق اي شركه تقول لك ان احنا ما عندنا مفتاح ان نقدر نشوف. ما اتوقع، يعني بالاخير عادي بابديت واحد يسوون اللي يبونه اذا كانوا هم صادقين. ف ما احس انه، يعني بالنسبه لي دائما الاوفلاين احسن من الاونلاين. دائما الشيء يكون موجود ملموس عندك، حاطه بهارد ديسك، حاطه بتليفونك، افضل من ما تخليه باكاونت اي احد يدش. حتى لو نقول يلا سناب شات احسن ناس زين وما يغلطون وما يبون يتجسسون علينا، يمكن يتهكر اكاونتك. فيعني دائما ما تحط الاشياء الحساسه بالانترنت. حتى انا يعني اقول حق الناس، حتى بينك وبين اخوك ما تدز يعني اشياء وايد مهمه اللي ما تبيها تطلع بورا، عرفت؟ حاول كثر ما تقدر ما تثق. حط ببالك هالشيء، لا تثق باي شيء بالانترنت، لا تثق باي شيء بالانترنت. هذه حيل مهمه. طبعا يعني انا اقول لك اذا تبي تامن نفسك 100% ارجع على بوليت، هذه وايد يعني مقوله معروفه. تبي تامن نفسك 100%، وهم يعني ترى تقريبا مو 100% شبكات الاتصال، يعني ما تتصل يمكن حتى بلد يعني حتى يمكن على الاتصال، عرفت؟ فدائما انت تبي تامن، لا تحط شيء بالانترنت. بعض المشاهير يتم اختراق حساباتهم. مثال عندك الشيخ عثمان الخميس، اخترقوا حسابه. شلون اخترقوا حسابه؟ شوف، ما اقدر اكد لك 100% شلون تم الاختراق. في اكثر من سيناريو انا وصلني انه شلون تم اختراقه. اول سيناريو انه هو اتوقع عنده طلبه ماسكين حسابه 4-5 طلبه. هذا السيناريو الاول.
ان واحد منهم تهكر وقدر يوصلون على حسابه. السيناريو الثاني انه في موظف بالانستغرام هو اللي سحب بيانات الشخص نفسه وعطاه حق الجهة الثانية، دافع له مبلغ وخذاه. فيعني انا هذيل السيناريوين اللي سمعتهم انه شنو صار على حساب الشيخ عثمان الخميس. التغيير الدوري حق الباسورد بالحسابات كل فترة هل يحملنا ولا لا؟ اي شفت انا لما ذكرت لك انه عادي انا اقعد 6 شهور سنة على ما افتح تشفير الباسورد، قلت سنين ضوئية بعد. اي هذا اذا كان حيل صعب. اذا كان نقول متوسط انه يبي لي 6 شهور سنة على ما افك التشفير، انت على ما انا اوصل على المرحلة هذه انت كسرتها. عرفت؟ وعلى ما تطلع باسوردي انا غيرته. يعني هذا باختصار حيل، يعني هذه من ابسط الاشياء لازم انت دائما تغيره. والاهم من هذا كله ان باسورداتك ما تكون نفس الشيء، ايميلك ما يكون نفس انستغرامك، ما يكون نفس اي شيء ثاني، اختلاف كلي عن بعض. بالضبط. الدش هذا يعني اذا اخترقت مكان معين ما دش فجأة تطقك بكل مكان. يعني في ناس انا اعرفهم باسورداتهم نفس الشيء، لدرجة ان الايفون ماله يقفل الاي كلاود، يبطله ما يقدر. يعني عادي هو يكون بالسيارة على ما يرد البيت، على ما يشوف اخوانه، ياخذ رقم من اخوه على شخص يعرفه انه يقدر يساعده، قصة طويلة. عرفت؟ لانه قدر يدش على كل حساباته. تخيل بنك، انستغرام، سناب شات، كل شيء حساس هو يعني مسجل فيه قدر يدخله. بعض المغردين يغرد بتويتر بعدين يشتكي عليه شخص ثاني، بعدين يمسح يقول انا ما غردت. شلون يقدرون يثبتون ان التغريده هذه طلعت من الشخص نفسه او لا؟ هذه شوف فيها اختلافات، بس ان الحمد لله الجرائم الالكترونيه عندنا بالكويت بدأت تتطور بشكل كبير. لو شنو يصير يعني خاصة لما يطلع الموضوع ما يمدي يوم يومين يصيدونه. وسهل، وايد سهل يعرفون منو اللي نزل التغريدة، وين كان بالضبط، شنو الاي بي ماله، شنو كل شيء. عرفت؟ وايد سهل هالشيء هذا. حتى لو كان خبير في المجال الامن السيبراني؟ لا شوف هذه عاد تختلف. اذا كان كثر ما يقدر يحاول يخفي نفسه لا صعب يصيدونه، يعني صعب يوصلون له. بس هني متى شنو يصير هني؟ اذا شخص خبير يستقعدون له. عرفت؟ يدورون منه غلطة. زين اوكي طلعت من حسابي بس مو انا، حسابي متهكر، راح يبين، راح يعرفون، راح يبين اي وين نزلت، بالتاريخ، متى تهكر، شنو صار، يعني اي دولة اللي هي نزلت منها التغريدة كمثال. حسابي يتهكر يصير في شيء انا مو مسؤول عنه، الجرائم الالكترونيه عندها خبر بالمام كامل ان انا بريء مالي شغل باي شيء. هو شوف راح يبين بالاخير، راح يبين مع بعد ما يسوون يعني ديجيتال فورنسكس اللي هو الادله الجنائيه الالكترونيه. نعم. يحققون ويشوفون كل شيء، بعدها راح تطلع. بس الافضل عشان انت تحمي نفسك وما تمر يعني باللوية هذه لين انه يحصلون، حاول تثبت هالشيء. يعني عندك انت تويتر مالك متهكر، حاول بانستغرام تعلن، حاول تروح لهم، حاول تسوي شيء عشان تثبت موقفك. الادله الجنائيه الالكترونيه هم في مسرح جريمه بعد؟ شوف انا دائما اشبهها شلون. اذا كان في جريمه قتل بالواقع وحاول المجرم انه يخفي الجريمه هذه، لما يروحون الادله الجنائيه شو يسوون؟ يرشون مواد معينه، يقول لك لا هني كان في دم، ولا يدورون شعره طايحه من المجرم اللي سواها. نفس الشيء بس يسوونها بالانترنت، يدورون الغلطات، يدورون البيانات اللي الشخص ما نظف من وراه، ما مسح، وين الغلطه معينه هو سواها، يصيدونها من بعدها. نبي تعريف مختصر حق الثغرات الإلكترونية. الحين في مبرمج، المطور هو اللي يبني لك الشيء هذا، يبني لك عن طريق أكواد، يبني لك برنامج، يبني لك موقع، يبني لك واجهة أنها تقدر تستخدمها. المطور أو المبرمج developer شنو فايدته؟ أنه يسهل الاستخدام حق اليوزرز، الشخص اللي بيستخدم. الحين لو انستغرام صعب انت تستخدمه ولا طريقته معقده، ما كان يعني ما صار هذا الملايين اللي الناس تدش فيه. فالمطور دائما يحاول يسهل الاستخدام على اليوزرز. فمع السهوله هذه هو مو مهتم وايد بالسكيورتي،
ما يعرف، هو بس يعرف شلون يطور الشيء هذا. يعني شلون اقول لك، انا الحين لما واحد يبني بيت ما يهتم انه والله يحط عازل ضد الرصاص، عازل ما ادري شنو، عازل هالمكان اذا واحد رمى ما يدش، عرفت؟ ما يهتم بالاشياء هذه. صحيح. يهتم ان الواحد يدش ويرتاح بالبيت. هذه مهمة المطور او المبرمج. الهكر غير، لا يدور والله في دريشه مبطله، في بالسطح ما كان مهتم بالشيء هذا، اقدر انا ادش من فوق، يدور له شيء بسيط يقدر يدش منه. ابي انت الى اليوم كم ثغرة اكتشفتها؟ شوف يعني من انا تعلمت الى يومك وايد ثغرات انا اكتشفتها. قبل ما كان يهمني ان اعلن عن الثغرات هذه، لكن حاليا صار ان هذا الكارير مالي وعندي شركة والامور هذه، صار من اهتماماتي ان ابين يعني ان شنو الاشياء اللي اكتشفتها. فاخر شيء انا اكتشفته هي ثغرة بسيرفر امازون. قدرت ادخل عليه وفي 800 موقع داخل السيرفر. تواصلت معاهم لانهم عندهم برنامج اللي يكتشف ثغرات يعطونا فلوس عليها. فلما تواصلت معاهم قالوا لي لا انت دشيت علينا بطريقه المفروض ما تدش علينا بهالطريقه هذه، عندنا قوانين معينه غير اخلاقيه بالنسبه لهم يعني مثلا. اي بالضبط، انه بالنسبه لهم مو تبع القوانين اللي يدفعون عليها. فقال لنا ما راح ندفع لك. قلت لهم اوكي، بس انه يعني اعلنت ان انا حصلت الثغره وعندي كل الاثباتات وكل شيء والكابتشرات واقدر انشرها. عرفت؟ حاولت كثر ما اقدر ممكن يعني الاثبات اللي انا اقدر انشره اللي هو ردهم علي. عرفت انه يسوي زعزعه ما بين عملائهم بعد ايضا صح. ممكن تصير. عرفت؟ فهذه يعني من الثغرات اللي انا حصلتها بالاونه الاخيره، بس قبل اللي اكتشفها ما كان يهمني اني اعلن عنها. لو عرضوا عليك مبلغ باكتشافك الثغرات بالسيرفر نفسه، كم راح يكون المبلغ؟ تقريبا ما بين 50 إلى 150 ألف دولار. مو أقل؟ لا مو أقل، أو يمكن أكثر يعني بس إن المتوقع إنهم يعني هم ترى ما يدفعون، يعني هم يشجعون الناس عشان يدزون لهم، بس وايد يطولون. حتى يعني من كثر ما إنه يطولون اطلعوا مواقع مختلفة يقول لك إحنا عطنا الثغرات هذه وإحنا نعطيك كاش على طول. عرفت؟ فأنا بدال ما أقول لهم ويمكن يوصلني 100,000 يمكن يقولوا لي لا، أروح حق الموقع الثاني يعطيني 5,000 على طول دايركت وهو عاد يتواصل معاهم. يعني بما أنك أنت اكتشفت الثغرات نفسها وفي برامج جاهزة، هل يقدر أي تقنية أو أي هكر خلاص بسبب البرنامج هذا يصير هكر ويخترق ويطلع؟ شوف هذه أكبر مشكلة الحين كان نواجهها بالكويت وبالعالم، إن يعني حسبالهم السوفت وير اللي يشترونه ب5,000 10,000 خلاص كافي. لو إنه كافي خلاص كل واحد يعني كل هكر يسكر كمبيوتراته ويروح ينام، ما يحتاج يسوي شيء. فهذه تساعدك إن تبين لك الأشياء اللي كانت موجودة، الثغرات المعروفة من قبل. يمكن تعطيك تقرير يكون واضح لكن مو نسبته مو دقيقة. يعني خاصة الناس اللي تدور أرخص شيء شو يسوون؟ يعني أنا عندي موقع وأبي له سيكوريتي، أبي واحد يسوي اختبار اختراق، أبي واحد يهكره ويعطيني الثغرات، يقول لي شنو الثغرات اللي موجودة يعطيني إياها. فشنو يسوون؟ يدورون أرخص شيء. من الأرخص شيء اللي عندهم سوفت وير يحط الموقع ينطر نص ساعة ساعة ونص ويعطيك التقرير، يقول لك يلا هذه عطني 100 دينار. بس الشخص الصجي أو اللي بيسوي اختبار اختراق يدويا بيمشي كود يمكن ياخذ شهر ونص شهرين على الموقع، لأنه ما راح يطوف شيء، راح يشتغل صح، راح يشتغل يعني شلون أقول لك، بيقت كل ثقلة. بس إنه بيجيب لك مثال. الحين أنت لما حرامي قاعد يبوك، أنا أقول لك هاك فلوس وبوك بس قانونيا. فنفس الشيء الهكر لما بدال ما يدش يبوق ويسوي، أنا قاعد أدفع له. فتخيل هو مدفوع له يعني مستانس. عرفت؟ بالأخير ليش أنا آخذ وأبوق وأستفز وأبيع بالدارك ويب وأسوي؟ صار الأمر قانوني بالأخير. فيحط كل قوته على الموضوع هذا، يسوي يعني كل شيء هو يقدر عليه. وبالأخير هو هاكر، وهو يعتبر يعني البنتريشن تيستر، مختبر اختراق، وهو هاكر بالأخير. بالكويت في منهم وايد ولا لا؟ أي في بس إن بالكويت حاليا يعني بدأوا يطلعون، بس إن في نبي الكاميرات اللي داخل البيوت، اللي بغرف النوم، اللي بممرات. أي شنو وضعها؟ هل يتم اختراقها ولا لا؟ هذه من أسهل الأشياء اللي يتم اختراقها، الكاميرات. نعم، من أسهل الأشياء الكاميرات اللي داخل البيت، وايد سهل إنه يتم اختراقها. يعني أنت تخيل حاط كاميرات داخل، واحد يقدر يشوف يتجسس 24 ساعة. فمشكلة كبيرة هذه. يعني شلون؟
شوف هي مشبوكة على الواي فاي. يقدر الشخص يعني اقلها يقدر يصفط قدام بيتكم، يهكر الواي فاي ويدش من الواي فاي، يدش على الاجهزه كلها. اقلها يعني ب 2023 الاف بي اي قدروا يهكرون تلفزيون، والتلفزيون مشبوك على الريموت فيه ميكروفون يقدرون يسمعون 24 ساعه. في اشياء الناس ما تتخيلها. انت قول لي اي شيء الكتروني يقدر يتهكر، انا على طول راح اقول لك ايه 100%. فالكاميرات تتهكر بسهوله بعد عن طريق الانترنت، عن طريق انه يهكر تليفون الشخص، لابتوب الشخص، الجهاز اللي مبطل فيه يعني عادي الحين لقانا هذا اللي قاعد نسجل الحين متهكر قاعد يطلعون انه احنا الحين ما نشرنا. يمكن ليش لا. عرفت؟ سؤال بختم فيه معاك، لما انت تكتشف الثغرات هذه كل ابوها وما عندك احد يشتريها منك، وتشوف ان البيبان كلها تسكرت بوجهك، انت كهكر ايش راح تسوي فيهم؟ بس اخليها يعني فاهم شنو بسوي؟ ببوق حرامي؟ انا مو حرامي بالاخير انا عارف يعني مسلمين نعرف الحلال الحرام، بس الناس الثانيه ما راح يعني راح تستغل الشيء هذا. يعني انا السيرفر اللي دشيت عليه في تقريبا 820 موقع، هذه انا اقدر احط عليهم برامج فديه، اشفر بياناتهم كلهم، تبون بياناتكم كل واحد يدفع لي اقلها يعني بكل واحد يدفع لي 1000 $2000 3000. وايد سهله بالنسبه حق المواقع اللي حيل كبيره مأجره عند امازون، سيرفر امازون. وبس المشكله يعني الحين بالاونه الاخيره قاعد يطلعون ناس قاعد يتعلمون من اليوتيوب. ليش احنا دائما نحرص ان انت لازم تحمي نفسك؟ اذا يالك هكر وحطك براسه بشكل كبير بنسبة 90% يقدر يدخل على الأجهزة اللي عندك، لكن هذا هكر وايد قوي. بس أنت ليش تخلي الشخص اللي توه متعلم بيوتيوب شايف له فيديوين 3 يهكرك؟ يعني ما أدري شنو أقول، بس فشلة. عرفت؟ راح يقزرها عليك. هي لأنه مستانس يبي يفرض قوته. عرفت؟ يعني تعرف الناس اللي توه متعلم شلون يهكر موقع وشاف ابسط ثغره اللي موجوده من 2013 موجوده بموقعك، شنو بيسوي؟ بيغير ويحط تم الدعس وما ادري شنو بيسوي، بيصير فضيحه. عرفت؟ يحط صورتك ويحط يعني قصه طويله. فدائما انت تحط الحمايات اللي تقدر عليها، وما في ولا شيء امن 100%. بس احنا لما نحط حمايات ونسوي اختبار اختراق ونهكر الموقع ونكتشف الثغرات، احنا قاعد نزيد من 0% الحمايه نخليها 99% 95% كثر ما نقدر، بس ما تصير 100% مستحيل. صحيح. كل الشكر لك، قواك الله على اللقاء. الأمانة لقاء كان جدا شيق وممتع. رسالة قالها لكم أكثر من مرة، غيروا كلمات السر، اختاروا كلمات سر صعبة تسهل عليكم حماية نفسكم، أسهل من أن تحطون برامج وتدفعون فلوس. دائما كلمة السر مالك خلها صعبة، حتى لو اخترق البرنامج نفسه المنصة نفسها أنت معلوماتك في أمان وصعب أنه يوصل لها. قواكم الله، كل الشكر لكم على متابعتكم، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، يعطيكم العافية على الاستضافة. مع السلامة. مع السلامة.